هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون انا متفقه مع ياسمين اختي ان احنا هنعمل تقييم لاميرات ديزني. فاحنا هنجيب صوره الاميره ونقيمها ونديها رقم وكل حاجه. بس في جانب تاني بقى للفكره ان انا هعمل فيها زي مقلب، ان انا هبقى بيك مي جيرل، اللي هو بقى اقعد اتكلم انتوا عارفين قصدي الفكره. فانا هتكلم كده، فهي اصلا مش عارفه ان انا هعمل كده. بس فتابعوا الفيديو عشان تشوفوا رد فعلها. هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون معايا ياسمين اللي هي اختي، انتوا اكيد عارفينها من الفيديو بتاع قبل كده. فالنهارده هيكون الفيديو بتاعنا عباره عن ان احنا هنقيم اميرات ديزني يعني يعني هنديهم تقييم من 1 ل10 مثلا ونقول بتتكلمي زي ما بنتكلم. لما بتتكلمي زي ما بتتكلمي بتكلم. هندي الاميرات التقييم بتاعنا هيكون من 1 ل10. هنقول رأينا فيهم يعني، ونقول 1 لحد 10. اسكتي بقى. طب ما انتي هتقولي يا من 1 ل10 يا من 1 ل10. دي حرام. من 1 لحد 10. ياسمين بعد اذنك صوتك. المهم، فيا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب لايك. بس خلونا نبدأ مع اول برنسس هنشوفها. برنسس هتكون معانا هي سندريلا. اتكلمي عدل. لا اله الا الله. فاول برنسس هتكون معانا هي سندريلا. تدي كام تقييم لسندريلا؟ سندريلا اديها 2 من 10. ليه؟ هي دمها تقيل. وانا هديها 2.5 من 10 عشان محدش علي عليا. عشان هي يعني حاسه الحوار عبيط قوي، يعني القصه مش عارفه، حاسه مفيش قصه، يعني مفيش كده، ما تعبش عشان يوصل لها. ازاي ده بعت الخدامين يقيسوا البلد كلها الجزمه، هو كان قاعد بيلعب تنس في البيت. ما هو ما تعبش، ما فيش راجل بيتعب. ملناش دعوه، هو يا يتعب يا اما هنديهم مالناش دعوه. يا اما هنديهم 2.5. وتاني برنسس هتكون معانا اللي هي اريل. طبعا انتوا عارفينها اللي هي ليتل ماري ميد، اللي هي العروس في البحر وكده. فتدي اريل كام من 10؟ انا والله فكرت في كده، احط الحنه والفرح. انت عبيطه ولا يا انت اخوكي. ازاي تدي اريل؟ ازاي تدي اريل كام من 10؟ اديها صراحه، ما تقوليش صفر، اديها ما تقوليش صفر، عشان هي غبيه. واحده عارفه ان هي لو ما اتجوزتوش هتتحول لزفت زبد البحر ده اللي انا ما اعرفش هو ايه، وراحت برضو اتحولت عشان يبقى لها رجلين ايه وخرا. ما هي كانت واثقه ان هو يحبها، هي شافت في عينيه الحب، يعني هي اول ما بصيت له في عينه كده حست ان هو بيحبها. طب على فكره في القصه الحقيقيه هي اتحولت لزبد البحر، خلي الثقه تنفعها. بس ما هي بقى في القصه بتاعتنا اللي احنا عارفينها هي حبوا بعض. انت تديها كام من 10؟ هديها 9.5 من 10 عشان انا بحبها قوي، اصلا ماي فيفورت برنسس اصلا هي اريل. فانا هديها 10 من 10 والنجمه بتضحك. بعد كده معانا اللي هي تيانا او تيانا، عارفاها؟ دي ضفدع. لا هو اللي كان ضفدع. ماشي، هما الاثنين ضفادع. تديها كام من 10؟ 9.5 علشان هي ست شهمة وجدعة واشتغلت وبنت نفسها، وهي اللي خلته راجل اصلا. خلاص اوكي. وانا كمان راجل من غير وانا كمان هعمل زي ياسمين وهديها 9.5. وبعد كده النكست هتبقى ياسمين او جاسمين اللي هي البرنسس عارفينها بتاعت علاء الدين كده. تديها كام من 10؟ تديها كام من 10؟ بفكر 5. 5؟ ليه؟ علشان هي سابت كل رجالة البلد ورجالة الدنيا وراحت حبت حرامي. الحب مش بيختار، يعني love is love. هتحبي حد love is love. اللove ده هيوديهم ورا الشمس، مش من بره، ما يروحوا ورا الشمس بس هيبقوا مع بعض together. هيروحوا ورا الشمس كده together مع بعض. ماشي، المهم نرجع لموضوعنا. انت هتديها كام؟ 5؟
ماشي انا هديها 7.5 عشان انا حاسه يعني هي برنسس لو قارناها ببيئتهم فهي الوحيده اللي اتولدت اصلا برنسس، يعني ما كانتش ما راحتش اتجوزت واحد عشان تبقى اورورا برنسس. هي اللي اتولدت برنسس واورورا اتولدت برنسس. ما بحبش اورورا، بحب اريل. ماشي بس هي حاسه ما اعرفش، ممكن خلاص هديها 6.5. دلوقتي هنقيم بيل اللي هي الاميره والوحش او الجميله والوحش، مش فاكره اسمها ايه بالظبط، بس احنا هنقيم دلوقتي بيل. تقيمي بيل كام من 10؟ ما اعرفش ايه اللي في ايه هو ايه اللي في ايه عبيطه. تقيمي بيل كام من 10؟ اقيم بيل كام من 10؟ او ماي جاد، او ماي جاد. هاي 6. 6 ليه 6؟ خلاص عرفنا ان انت عامله ضوافرك. ليه 6؟ 6 علشان خاطر معرفش بحسها غبيه برضه، يعني كلهم شايفها غبيه. انا ممكن اديها 5. هو انا بحبها كشخصيه كده عشان هي اموره وشعرها بني وكده، بس برضو حاسه ان هي تصرفاتها غريبه شويه، ان انت قاعده في بيت وحش ازاي هي مش مفزوعه، يعني مش مفزوعه، حاساها بتتعامل عادي كان الذئب ما خافتش من الضرفه اللي كان عايش معاها. يعني صباح الفل. ويعني قدامك وده دلوقتي كان بيزعق فيها وبعد كده قال لها اتكلي على الله وهي برضه فضلت قاعده. ده ما لا وبعدين في فنجان بيتكلم، في حاجات بتتكلم حواليكي، برضو الموضوع يعني مثير للتوتر والشك يعني في الموضوع. يعني انت مش تحسي ان انت متوتره كده لما تلاقي كل حاجه، لما تلاقي كل حاجه حواليكي بتتكلم؟ لا مش هحس ان انا متوتره ليه؟ عشان انا عارفه في الاخر ان انا في قصه خياليه اصلا. لا ما هو هي دلوقتي هي ما تعرفش ان هي في قصه خياليه، هي فاكره نفسها في الحقيقه. فهي دلوقتي انت حواليك حاجات بتتكلم، المفروض تبقى مبزوعه شويه، مش تبقى بتتعامل عادي ازيك يا كوبايه ازيك يا ماما. يعني حسيتها غبيه شويه يعني. ودلوقتي هيكون معانا رابنزل اللي انتوا عارفينها طبعا، شعرها طويل والقصه بتاعتها. تدي رابنزل كام من 10؟ 2 عشان ما فيش واحده طبيعيه، واحد كان داخل يسرق بيتهم تقول له ادينا شوف اللي مش عارف ايه مصابيح ده هيوديها ورا مصنع الكراسي. انا ادي رابنزل حوالي مثلا ممكن 6 من 10 عشان هي اموره وشعرها حلو، انا بحب بصراحه الشعر الطويل قوي، فيعني هي قدوتي في الشعر. لا اتكلمي عدل علشان ما كسرش التليفون على دماغي. فاهمك. وغير كده هي برضو تصرفت تصرف غبي شويه، ان هي دلوقتي بس هي انا عامله ضوافري يا جماعه فبتكلم بايدي كتير. بس فهي المهم ان هي ممكن تكون تصرفت تصرف شويه غبي، ان هي مشيت مع حرامي، هي مش عارفه ممكن يخطفها ولا حاجه. بس دلوقتي الفرنسيس اللي هتكون معانا هتكون ماريدا، انت عارفاها ماريدا. تقيميها كام؟ 10 من 10. انت تقيمي ماريدا كام؟ يا بنتي في ايه وانت اتلبستي ايه ده؟ تقيمي ماريدا كام؟ اقيم ماريدا كام؟ دي 8. ليه 8؟ عشان هي كانت عايزه تكسر عادات التقاليد وكسرتها وما اتجوزتش فعلا. انا هديها 10 عشان هي كسرت العادات والتقاليد وما اتجوزتش. قدوتنا كلنا، قدوتنا فيمينست، دي فيمينست كده، ان هي اعتمدت على نفسها وغبيه وحولت امها دبه. بعيدا عن ان هي غبيه وحولت امها دبه، هي اعتمدت على نفسها وكانت بجد حاجه كده يعني. دلوقتي بقى معانا إلسا. تدي إلسا كام من 10؟ 7 مثلا. ليه 7؟ علشان هي ملهاش لازمه، عارفين لما مشيت البلد كانت احسن والناس كانوا مبسوطين، يعني هي ما عملتش فرق، دي طينتها على دماغهم بس، لكن هي ما عملتش فرق. انا ممكن اديها 5. انا بس اديتها 7 علشان خاطر هي انقذت البلد في الاخر، مع انها هي السبب، بس ان هي رجعت انقذتها. لا انا هديها 5 عشان هي يعني كانت attention شويه، يعني تحسوها كده pretty girl عامله ازاي، اللي هي كل حاجه شايفه ان الكوكب كله بيدور حواليها وان هي لازم ينقذوها او تنقذهم، وتعمل اغنيه ومعرفش ايه يعني. let it go بالظبط. فهي اوفر شويه في الحوار ده، حسيتها يعني it's too much يعني اللي انت عملتيه ده كله. واصلا انا شايفه ان اختها يعني برنسس اكتر منها، تستحق ان هي تبقى اصلا
الكوين يعني مش إلسا خالص. هو بالسن او مش يعني انا قصدي بس برضه تحسيها هي تستحق اكتر، يعني لو كانت هي الاكبر كان هيبقى تستحق اكتر من. ودلوقتي جه الدور على انا اللي هي اخت إلسا الصغيره. اديها كام من 10؟ لا دي 2 او 1. انا مش بتحب على روحها، شافت راجل ما اختياراتها كملتش غلط معاه، مش اكتر، هي بس اختياراتها غلط. كملتش مع واحد ساعة وكانت عايز تتجوزه. اختيارات ايه؟ ما هي اختياراتها غلط شويه. اختياراتها لا لسه بنصور. اختياراتها غلط ايه؟ اختياراتها يعني هي اختياراتها غلط، هي بس مش واخده، ما عندهاش خبره في الحياه. واحد شافته ساعة قالت له يلا نتجوز وهنخلف مش عارف ايه ما هي بتحبه. واخواتك اسمهم ايه يعني انت في حاجه اسمها الحب من اول نظره، هو ده كان حب اول نظره. لما برضه صعبة. ماشي انا هديها 6.5 عشان كانت بتحاول تنقذ اختها وشايفه يعني جانب كويس اللي هي عملته، وفي الاخر حبت واحد بجد حبت. بس فهي انا شايفه ان اللي هي عملته فيه جانب كويس، ان هي حاولت تنقذ اختها وفي الاخر اختارت حد بجد انقذها. يعني ما ولا جه جنبها ولا انقذها يا بنتي، ما هو اللي حضنها ولا اختها حضنتها، بس هو حاول يوصل لها ويساعدها عشان توصل لاختها، يعني عمل مجهود مش هننسى. تيجي الدور على سنو وايت. كبرت الفلاحين. كبرت الفلاحين. يعني ايه رايك في سنو وايت؟ يعني سالك منين؟ سالك 5. انا اكتر واحده بكرهها كلحة. سنو وايت بجد بكرهها قوي. كلحة. انا بجد ما بطيقهاش نهائيا، حرفيا مش بطيقها نهائيا. يعني هي بتعمل كل حاجه مستفزه اصلا، وطريقه مشيها وطريقه كلامها طول ما هي ماشيه بتغني شكلها مجنونه، يعني تحسها اصلا عندها مشكله بجد مش طبيعيه خالص. القصه الحقيقيه طلع عندها 14 سنه اي يعني هي كمان طفله يعني. ايوه مش فاهمه. وغير كده يعني هي يعني انت دلوقتي طبيعي جدا حد جاي من الباب بيخبط عليكي وبيديكي تفاحه، هتاكليها ليه؟ احنا اصلا في الطبيعي لو حد خبط علينا مش هنفتح. يعني انا بجد مش فاهمه هي كانت دماغها فين وهي بتعمل كده. مش فاهمه انت بتتكلمي كده ليه، انا بجد مش يعني هي يعني انا بصراحه زي ما انا قلت كده هديها سالب 5 وانت سالب 2 عشان هي بصراحه بتعمل حاجات غريبه قوي ما ينفعش تعملها. انتوا عارفين دمها تقيل بصراحه، والجزمه مش لايقه اصلا على الفستان، يعني هي لابسه جزمه صفراء اصلا مش جيبه صفراء، فاصلا الجزمه مش باينه. الجزمه لو كانت حمراء كانت هتلاقي اكتر. اخر اميره معانا هتكون رورا، اللي هي كانت معموله في سنت رورا اللي هي ستيبنج بيوتي وكده. ازاي كانت معموله كده؟ انا مش عارفه قوي، انا اللي اعرفه ان هي كانت نايمه واحد جه بس هتخلف. يعني ازاي تقييم كام مثلا؟ 3 عشان بيبذلوا مجهود. دي ترو لاف كيس. طب وهي نايمه بقى عرفت منين ان هو؟ ما هو لا مش هي اللي عرفت، السحر اللي معمول عليها كان هتقوم بالترو لاف كيس، هو بس السحر عارف ان هو ده اللي بيحبها. هو ده الترو لاف؟ هو عارف السحر عارف، مش هي اللي عارفه. بس هي تعرف منين وهي نايمه يعني انا صدمه. ما هو كلام مش كلام نفع. لا هي السحر بقى اللي عرفت. انا عن نفسي لها مثلا حوالي كده ممكن 5 من 10 برضو، لان هي بصراحه برضو زي ما ياسمين اللي هي ماي سيستر دي اللي قاعده جنبي زي يا رب اليوم يخلص. زي ما قالت هي ما عملتش اي مجهود خالص فعلا، ومش شايفه لاي حاجه كده في القصه، يعني مش عامله حاجه مشوقه. يعني مثلا في ماليفيسنت كان ليها شخصيه عن الكرتون، في الكرتون ما كانش ولا بتعمل اي حاجه. شخصيه. لا في ماليفيسنت يعني كانت شويه يعني بتعمل حاجه. ولا ليها اي. اتفرجتي على الجزء الثاني؟ اتفرجت على الاولاني بس. لا الثانيه لا عملت مجهود يعني فظيع، وكانت بجد حلوه جدا فيه. ف يعني ماشي. وكده يكون الفيديو خلص، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم ان انتوا اتفرجتوا علينا. ميرسي جدا. انا من قلبي.